علشان يكسب الماراثون الأرنب طلع سكينة وقطع حبل الكوبري المعلق، لكن أول ما الأرنب افتكر إنه خلاص هيبقى الأول لقى السلحفاة قاعدة فوق دماغه. في اليوم ده الأرنب لقى السلحفاة تاني علشان يتسابقوا. هو ما كنش مقتنع بالنتيجة اللي حصلت قبل كده لما اتقبض عليه عشان السرعة، فالسلحفاة وافقت تدخل سباق تاني مع الأرنب، لكن بشكل غير متوقع عادة الأرنب القديمة رجعت. بدأ يسخر من السلحفاة تاني قبل ما السباق يبدأ. بعد ما السباق بدأ الأرنب جري بسرعة على طول، لكن السلحفاة كانت لسه واقفة بتجمع قوتها في مكانها، وطلع إن من غير صاروخ القوقعة السلحفاة ما قدرتش تغلب الأرنب. علشان كده السلحفاة راحت على كابينة التليفون وكلمت أبوها وحكت له عن السباق مع الأرنب. أبوها قال لأخوه الصغير، الأخ الصغير قال لابنه، والابن رجع الرسالة للأب. بالطريقة دي السلحفاة جمعت عيلة كبيرة. أول ما الأرنب جه يجري الأب مثل إنه ابنه، ولما الأرنب عدى من جنب السلحفاة اتصدم تماماً. ما كانش فاهم إزاي السلحفاة قدامه، لكن اللي حصل بعد كده دوخه أكتر. حاول بكل طاقته يسيب السلحفاة وراه، ولما بص وراه لقى السلحفاة مستنياه قدامه. الأرنب حاول تاني بكل قوته يعدي عن السلحفاة. علشان يمنع السلحفاة من إنه يسبقه تاني الأرنب عمل عقبات مختلفة في الطريق، وبعد ما خلص كل ده لقى السلحفاة ظهرت وراه تاني. الأرنب اتجنن، قرر يجري على خط النهاية على طول، لكن أول ما وصل خط النهاية الأرنب افتكر إنه كسب البطولة. رفع راسه ولقى السلحفاة واقفة مستنياه عند خط النهاية. السلحفاة كسبت كل ممتلكات الأرنب من غير أي مجهود. اكتشف إنه بتضحك عليه من مجموعة سلاحف.